أن هذا هو عرس ثقافي. لماذا عرس ثقافي؟ لأن الكلمة هي لواء التنوير، وأعتقد دائما بنقول، يمكن كل مرة بقدم فيها صديقي الدكتور طارق منصور كنت بأعد كلمة عنه. النهارده أثرت إن أنا أتكلم من قلبي، لأن ساعات حديث القلب يكون أكثر مصداقية وأكثر وصولا للقلب. يمكن دكتور طارق هو شخص بيعلن عن ذاته من خلال قلمه، لأنه قلمه متميز وله استباغة خاصة، ودائما أقول له أن لك تميمة خاصة بك. اللغة الرصينة العميقة، العبارات المتفردة التي تحملها دائما وأبدا كتابات دكتور طارق منصور تعبر عنه. يعني حينما نقرأ نص أدبي للدكتور طارق أعرف أن من كتبه هو الدكتور طارق منصور. له نكهة خاصة. يعني هناك في بعض الأقاويل بتعطي نقد إنه يعني هذه لغة شعرية، وأنا أرى أنها لغة خاصة جدا ولغة راقية جدا. والمثقف هو من يحمل لواء التنوير في مجتمع يعوق بالظلمة، في مجتمع نحارب فيه القبح. فدور المثقف هو أن يعلي من قيم الجمال، فهذا هو الدور الحقيقي للثقافة. ونرى أن التوعية الثقافية شيء بينمو في ذاتنا من بعيد الأزل، يعني هو مش شيء حاضر بنستحضره فلا، ده احنا محتاجين وقت طويل قوي علشان نغير اللي جوانا فنقدر نغير المجتمع. دايما بقول أن القلم الصادق قلم بيثبت ذاته، قلم يستطيع أن يشق طريقه. وأرى أن قلم دكتور طارق منصور هو قلم بيحمل المصداقية. اليوم طبعا أرحب بالحضور الراقي. بسعد كثيرا لما أرى هذا الجمع اللطيف. الناس دي جاية علشان تسمع، علشان تحس. فإذا امتلكنا طاقة السمع وطاقة الإحساس يبقى احنا كده عملنا بنزق المجتمع لقدام. يعني أشرف بمقابلتكم النهارده، وأسعد بإدارتي للندوة النهارده، وأرحب بكل الحضور. ويعني طبعا الفنان التشكيلي الأستاذ أحمد الجنايني، والكاتبة الأنيقة الأستاذة سمية عبد المنعم، والناقد الأستاذ الدكتور محمد رجوبة، ويعني كل الحضور، وعلى رأسهم سيادة السفير رضا الطيفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة. احنا محتاجين حضرتك ترحب بينا ونسمعك.